وعليكم السلام. شلون الصحة؟ الحمد لله. شنو هذا الورد الحلو؟ طاق. طبيعي لو صناعي؟ لا صناعي. ايش يعني لك الحجاب؟ بصفتك انت غير محجبة. ستر البنية. ستر. انت ليش مو محجبة؟ لأن بقناعتي. الحجاب هو فعلا يعكس اخلاق المرأة؟ لا طبعا. لا مو ضروري بالحجاب. يعني انت ما لابسه حجاب، هذا يزيدك ثقتك بنفسك ولا لا؟ طبعا يعني أنا من هذا ألبسه بقناعتي. قناعتي من ألبسه أكون يعني مقتنعة بحجابي وألبسه. اما اكو ناس ينتقدوش لان انت مو محجبة؟ لا. ليش؟ لأن أكثر بنات يعني تقريبا نصهم ما لابسين حجاب عادي. يعني يعرفوك انت كانسانة، ما يعرفوك انك انت محجبة او مو محجبة. صحيح هيك يعرفوني. لان الحجاب هو شكل؟ لا. شنو؟ هيك يعني ستر البنية. ستر لا هو يعني. اذا احد فرض عليك تتحجبين تتحجبين؟ لا. واحد تقدم لك قال لك انا ما اتزوجك اذا ما تتحجبين، شو تجاوبين؟ يعني إذا يفرض علي الحجاب أكيد نكون متفاهمين عليه يعني هذا الشيء ونشوف يعني. اذا تفاهمتوا تقتنعين وتتحجبين؟ أي. ما عندك مشكلة؟ لا ما عندي مشكلة. حلو بكي يجي هذا الرجال يفرض عليك الحجاب؟ ما أدري. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام. شنو هاي الحركة الحلوة بالحجاب؟ هذا موديل جديد يعني هو اسمه توربان. ممكن تشرحي لنا على هذا التوربين شلون يصير، شنو نوعه، منين يعني منين اصوله اصلا؟ إيه هو كانوا عندهم عادات قديمة هو موديل قديم بس هسه رجع موديل من جديد. تركي وهمين يوناني اعتقد. اي فاعتقد اتذكر شايفه هيك شيء. فهو هم نزل موديل هنا وصار موديل بنات هسه. انت تعتبرين نفسك محجبة مو؟ ايش يعني لك الحجاب؟ هو فريضة يعني علينا بالدين واني لبست بقناعتي يعني اول شيء وما حد يعني ما حد فرض علي مجرد انه اني ابوي يعني مفهمني او سامع اني انه حجاب هو يعني الا عمر مخصص ينلبس فاني اقتنعت بهذا الشيء وشفته يعني مناسب الي وبالعمري ولبسته. طيب الاخلاق هي مو احسن حجاب للانسان؟ الاخلاق مو بالحجاب. الاخلاق مو بالحجاب. الاخلاق يعني هي بالانسان بتعامله بتصرفه بثقافته. الملابس والمظهر ابد مو يعني رمز انه للاخلاق. لو تقدم لك واحد وقال لك تنزعين الربطه يلا اتزوجك توافقين؟ لا. ليش؟ راح تقولي ليه؟ لان انا اشوف نفسي انا الصحيح، ليش في واحد يفرض علي رايي الغلط؟ يقول لك انا موجود وانت اخلاقك وحده. هو اذا يريدني مثل ما اني ياخذني. ما راح تنزعي هذا؟ لا.